كتير مننا بيصحى كل يوم وهو حاسس انه تايه في دوامه، كل يوم شبه اللي قبله وكأننا عايشين بنسخة مكررة من نفسنا. بس هل فكرت قبل كده انك تقدر تصنع يومك بنفسك؟ كتير مننا فاكر اننا اصلا ما يقدرش على كده، وان في عقبات بتتحط في طريقنا واللي بنسميها احيانا القدر بتمنعنا من صناعة يومنا. بس تعرف يا صديقي العسل ان الدراسات والابحاث الاخيرة بتأكد ان 90% من يومك هو في ايدك انت، وان دايرة الاشياء اللي بتحصل خلال يومك وخارجة عن سيطرتك ما بتمثلش اكتر من 10%، وكده اكون كريمها كمان. وده اللي بيخلينا نبدأ نفكر من جديد، هو ازاي ممكن نصنع يومنا بنفسنا في قهوتك اللذيذة او مشروبك انت بتحبه، وتعالى اعرفك ازاي تتحكم في يومك. عزيزي المشاهد الجميل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيك في حلقة جديدة من رتب أفكارك. أول حاجة محتاج تعملها عشان تصنع يوم إيجابي وعظيم جدا هي الاستيقاظ بروح إيجابية. أول خطوة عشان تبدأ يوم مميز، حضر نيتك من أول دقيقة في تمرين بسيط جدا، ورغم بساطته إلى إن أثره على يومك هيكون أكبر بكتير مما تتخيل. بنسميه تمرين الامتنان. وده ببساطة أول ما تصحى من النوم وأول ما تفتح عينك، خد لحظة لوحدك وفكر في 3 حاجات أنت بتحس ناحيتها بالامتنان. العادة اللي تبان بسيطة جدا ديت قوية جدا، لأنها هتذكرك بالخير اللي موجود حواليك وهتغير طاقتك للأفضل وتخليك تبدأ يومك بمشاعر إيجابية. 3 حاجات أحس ناحيتها بالامتنان. معرفش، مش لاقي حاجة. خليني اقول لك يا صديقي العسل انه مهما كان الواقع بتاعك سيء جدا، هتلاقي حاجات كتيرة جدا في حياتك بتحس ناحيتها بالامتنان. كون انك عندك رزق يومك، كون انك عندك اسرة وبيت، كون انك عايش دلوقتي ولسه عندك وقت وقدرة على التغيير وفعل الخير، فده في حد ذاته اعظم شيء يستاهل منك الامتنان. انا شخصيا ببدأ يومي ب3 حاجات بقول فيهم الحمد لله. النهاردة قلت الحمد لله على النوم وعلى المية الساقعة وعلى صوت دعاء امي. بسيطة ايوه، بتفرق أكيد. تاني خطوة عشان تعيش يوم مميز، حط أهداف ليومك. كل يوم الصبح هات ورقة وقلم واكتب 3 أهداف. ادي لنفسك دقيقتين بس واكتب 3 حاجات انت عاوز تحققهم في اليوم ده. مش لازم تكون حاجات كبيرة، ممكن تكون انك تكلم صاحبك اللي بقالك فترة كبيرة ما كلمتوش، او انك تقرأ جزء من كتاب، او انك تصلي ال5 فروض في المسجد النهاردة. طبعا اكيد هتقولي انك لما بتصحى من النوم مش بتكون مركز انك تختار 3 حاجات تعملهم النهاردة. احب اقولك يا صديقي ان في مقولة بتقول ان اليوم الجيد بيبدأ من مساء اليوم الذي يسبقه. بمعنى ادي لنفسك 5 دقايق قبل ما تنام، حدد فيهم ال3 حاجات الاساسية اللي انت عاوز تعملهم في اليوم الجديد، وخليك فاكر كل خطوة مهما كانت صغيرة بتشكل فرق كبير جدا لما تنضاف للخطوات اللي قبلها والخطوات اللي بعدها. كل خطوة بتعمل فرق كبير انك تصنع يومك بنفسك. 3 حاجة عشان تعيش يوم مميز، عيش اللحظة الحالية واستغرق فيها. دي بقى حاجة مهمة جدا، هتفرق كتير جدا في مدى استمتاعك بالحياة، بمدى إدراكك للواقع المحيط بيك. مع كتير من الأمور اللي بنفكر فيها بننسى أحيانا إننا نعيش اللحظة الحالية. يا إما بنكون عايشين في الماضي اللي مليان حزن وألم ومشاعر سلبية، يا إما عايشين في المستقبل وقلقانين بشأنه، وبنضيع الحاضر اللي هو أكتر حاجة تستحق إنك تعيشها. اللي بيعيش اللحظة بيتحكم في طاقته، وبالتالي بيتحكم في قراراته، وبالتالي بيتحكم في يومه بالكامل. خد وقت وتأمل في الحاجات اللي حواليك. ركز على طعم القهوة اللي بتشربها، موقف هزار مع زمايلك وضحكتوا عليه، نسمة الهواء على وشك في يوم حر. اللحظات الصغيرة ديت هتعزز الشعور بالسلام الداخلي وهتساعدك في التحكم في طاقتك طول اليوم، ومع تدريب عليها لفترة هتساعدك كتير على التركيز وتقوية ذاكرتك وقدرتك العقلية. أما رابع حاجة عشان تعيش يوم مميز، خليك صاحب قرار. زي ما قلنا قبل كده ان 90% من الحاجات اللي بتحصل في يومنا بتقع داخل نطاق تأثيرنا وممكن نتحكم فيها، في حين ان 10% بس من الحاجات هي اللي ما نقدرش نتحكم فيها. اللي عاوز يعيش في سلام نفسي مهم يعود نفسه على التعامل مع 10% من الاحداث اللي بتحصل له دي بشكل صحيح. هديك مثال. لو عندك اجتماع مهم ونازل من البيت مستعجل، ونزلت لقيت كاوتش العربيه نايم، ده شيء خارج عن سيطرتك وما تقدرش تتحكم فيه، لكن رد فعلك عليه هو اللي تقدر تتحكم فيه. في اللحظه دي عندك اختيارين، يا اما تتعصب
وتفقد القدرة على التفكير الصحيح وتقرر انك تغير العجلة. وممكن اللبس يتبهدل وتلاقي نفسك محتاج تغيره، فتطلع تغيره وتنزل تلاقي نفسك متأخر فتسوق بسرعة اكبر، فتخبط حد وتدخل في دوامة كبيرة من الاحداث. او انك تتعامل مع الامر على انه حدث عادي ما يستاهلش العصبية وتبدا تفكر بهدوء. هتلاقي نفسك بتفكر انك تسيب العربيه خالص وتاخد تاكسي او اوبر وتروح الاجتماع بتاعك وانت هادي وذهنك صافي، وتحقق الغرض الاساسي من الاجتماع. هو فعلا 10% من يومك مش في ايدك، بس 100% من ردة فعلك ده في ايدك. اختياراتك بتصنع يومك، ولما تاخد قراراتك بحكمة هتكون سعيد وراضي اكتر باللي بتعمله. خامس حاجة واخر حاجة مهمة جدا، اضف لمسة من العطاء. انك تساعد غيرك حتى ولو بشيء بسيط هيضيف ليومك بريق خاص. ممكن يكون مجرد مجاملة لشخص، او مساعدة بسيطة في حاجة معينة، او حتى مجرد ابتسامة في وش حد. حاجات بسيطة جدا بتقوي شعورك بالانجاز وبتخلي طاقتك إيجابية طول اليوم. عشان أكون صريح معاك، مش كل يوم هيكون مثالي ولا طاقتك دايما في أفضل حالاتها، بس أهم حاجة نتعلمها من فيديو النهاردة هو إنك فعلا تقدر تحكم في يومك، على الأقل في تفاصيله الصغيرة، حتى لو كانت خطوات صغيرة جدا. ومع تدريب نفسك يوم بعد يوم هتشوف بنفسك الأثر الكبير اللي هيحصل في حياتك بإذن الله. وافتكر إن كل خطوة بتفرق. وما تنساش تشوف الحلقات اللي فاتت، تستنى الحلقات اللي جايه، تكتب لنا في الكومنتات ايه اول حاجه ناوي تطبقها عشان تتحكم في يومك. شارك الفيديو مع معارفك واصحابك لعلهم يستفيدوا، ولو احنا على اليوتيوب اشترك على القناه.